العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتعزيز دور المجتمع بهدف توسيع وتطوير الخدمات الصحية. تنظيم ورشة عمل لإعداد خطة استراتيجية أولمبية. الأشجار المغروسة في مناطق بادرهو توجد في وضع جيد. ختام القمة الأوروبية الأفريقية السادسة المنعقدة في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. عشرات الجرحى إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة بشفاء مواطن واحد من فيروس كورونا كان في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9687، شفي منهم 9555 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 29 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 20 من فبراير 2022. دعا مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقده في 15 من فبراير الجاري بحاضرة الإقليم مدينة كرن المجتمع والشركاء لتعزيز دورهم في إطار الجهود الجارية لتوسيع الخدمات الصحية وتطويرها نوعياً. وقال مسؤول المكتب في الإقليم الدكتور كسة برهان سلمون في الاجتماع الذي حضره وزيرة الصحة أمينة نور حسين وحاكم الإقليم السفير عبد الله موسى إن الاستثمار الجاري في البنى التحتية الصحية والمعدات وكذلك القدرات المهنية الصحية لتأمين صحة المجتمع يحقق نتائج جيدة على أرض الواقع. وأوضح التقييم بأن عنابر انتظار الحوامل المشاهدة في المؤسسات الصحية عن طريق مساهمات أهلية ظلت تحقق نتائج عالية في تأمين صحة الأم والجنين، فيما تجري جهود جادة لانخفاض الوفيات أثناء الحمل والولادة. وأشار التقييم إلى أن الفحوصات التي أجريت على 20,000 مواطن فوق 40 عاما في إطار المساعي الحثيثة الجارية للسيطرة على الأمراض غير المعدية والسكر وضغط الدم أسخرت إصابة 4.3% بضغط الدم، ولا زالت تنظم ندوات صحية تدعو المواطنون فوق 40 عاما ممارسة النشاطات الرياضية ومتابعة صحية بانتظام، وعلى المجتمع التعامل بجدية بتناول الأطعمة المناسبة. وذكر أن أغلب المؤسسات تقوم ببذل جهود جبارة للتعرف على المضاعفات الجانبية للأدوية، حيث نشر خلال 2021 أكثر من 834 تقريرا، وقد ارتفع العدد مقارنة بالعام 2020 بأكثر من 300. وأشاد حاكم الإقليم سعادة السفير عبد الله موسى بالعمل المخلص والوفي الذي يبذله المهنيون وخاصة الشباب الاستدامة الجهود الجارية في المجال الصحي، مناشدا الإدارات والجهات الحكومية الأخرى للعمل المنسق. من جهتها قالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن المهام الإيجابية الجارية للسيطرة على الأمراض تدفع للعمل بقوة، معربة عن ثقتها الكبيرة لتكرار جهود إنجاح أهداف الألفية في تحقيق أهداف التطور المستدام. نظمت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في 19 من فبراير في أسمرة ورشة عمل حول إعداد تطور خطة استراتيجية خمسية. واشتملت الورشة التي نظمت بالتعاون مع خبراء مركز الكفاءة المؤسسية الوطنية أوراق حول فهم الكفاءة المؤسسية والتعرف على أولويات الأهداف والخطط وإدارة رشيدة للثروات، وكذلك أهمية التقييم والرقابة في فعالية تطور عملي.
ويشارك في الورشة التي تنظم يومي السبت والأحد وتستمر ل3 أسابيع ممثلي مفوضية الثقافة والرياضة والاتحادات الرياضية الوطنية والجهات المعنية من وزارة التعليم والدفاع والخبراء الرياضيين. وألقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السيد لؤول في السهاية في مراسم الافتتاح كلمة أوضح فيها الهدف من الورشة هو وضع خطة حول النشاطات التي يمكن تنفيذها في الفترة من أولمبياد طوكيو 2020 وحتى أولمبياد باريس 2024 مناشدا المشاركون تعزيز مساهمتهم لتفعيل المناقشة الجارية لتقوية كفاءة وفعالية أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية. الجدير بالذكر بأن اللجنة الأولمبية الوطنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1996 ويضم 12 اتحادا وطنيا. صرحت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا بأن الأشجار التي غرستها خلال الأعوام العشرة الماضية في مناطق إمبادورهو توجد في وضع جيد. وأوضح نائب مسؤول الكونفدرالية السيد كبرآب كيداني أن برامج التشجير بدأ في يوليو عام 2010 بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية والشباب والمرأة وأعضاء الجيش، ومنذ عام 2011 أخذت الكونفدرالية قرص الأشجار في مكان خاص لها في مناطق إمبادورهو، وقد قرصوا في 50 هكتار أكثر من 53 شجرة. وكانت نسبة 90% من الأشجار المعمرة وغير المعمرة أشجار البان، والباقية هي الزيتون البري وصنوبر والتين وغيرها من الأشجار. كما تم توزيع أماكن خاصة ل10 مؤسسات في منطقة إسكاريكو ببيت قرقيش، وتم قرص 13,000 شتلة في الفترة من شهر يونيو حتى شهر أكتوبر عام 2021 وتوجد في وضع جيد. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي اختتم قادة الدول الأوروبية والأفريقية في بروكسل أعمال القمة المشتركة السادسة التي ناقشت على مدى يومين زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية وملفي التغيير المناخي ومكافحة الوباء. وأعلن المجتمعون عن البدء في إنتاج لقاحات كورونا في مصانع 6 دول أفريقية، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين القارتين ودعم أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص. وخلال اليومين اللذين احتضنا القمة أطلقت الدول الأعضاء 27 في الاتحاد استراتيجيتها العالمية للاستثمارات، والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على 7 سنوات للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة بحسب الإعلان النهائي للقاء. بعد أشهر من توتر علاقات بلادهم مع باماكو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا عن الانسحاب العسكري لباريس وشركائها الأوروبيين من مالي، مؤكدا مواصلة الالتزام لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا. وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية وداخل مجموعة تاباكو
تاكوبا الخاصة أن الشروط لم تعد متوفرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات. وينتشر نحو 25 ألف عسكري في منطقة الساحل حاليا، بينهم نحو 4300 فرنسي، 2400 في مالي، في إطار عملية برخان حسب الإليزيه. قال خفر السواحل اليوناني إن 11 راكبا فقدوا بعد أن أتى حريق على عبارة كانت تبحر من اليونان إلى إيطاليا، بينما تجري السلطات عملية لمحاولة إنقاذ شخصين محاصرين في مرأب العبارة. وكان على متن العبارة يوروفيري أولمبيا التي ترفع علم إيطاليا 239 راكبا و51 أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق. ونقلت قوارب إنقاذ معظمهم إلى جزيرة كوروفو، حيث كانت سيارات إسعاف في الانتظار. وقالت السلطات اليونانية إن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة سبب الحريق. افتتحت باريس أول رادار يرصد الضوضاء في إطار خطة لفرض غرامات الدراجات النارية والمركبات الأخرى التي تصدر أصواتًا صاخبة في واحدة من أشد مدن أوروبا ضجيجًا. وفي مكان مرتفع على عمود إنارة بشارع في المنطقة 20 في شرق باريس، قامت المدينة بتركيب أول رادار للضوضاء يستطيع قياس مستوى الضوضاء الصادر عن المركبات المتحركة وتحديد بيانات لوحاتها. وفي الأشهر القليلة المقبلة ستختبر المدينة ما إذا كان بإمكان الرادار أن يحددوا بشكل لا بأس فيه لوحات ترخيص الدراجات النارية أو السيارات التي تصدر أصوات مزعجة. بعد ذلك سيتعين الموافقة عليه رسميا من قبل السلطات بحلول نهاية عام 2022. لن يتم فرض غرامات في الوقت الحالي، لكن باريس تعتزم بدء تطبيق الغرامة اعتبارا من أوائل 2023، في الوقت الذي تنشر فيه الحكومة المزيد من رادارات رصد الضوضاء في مدن فرنسية أخرى. وفي الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. دعوة لتعزيز دور المجتمع بهدف توسيع وتطوير الخدمات الصحية. تنظيم ورشة عمل لإعداد خطة استراتيجية أولمبية. الأشجار الموروثة في مناطق بادرهو توجد في وضع جيد. ختام القمة الأوروبية الأفريقية السادسة المنعقدة في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. عشرات الجرحى إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.